هتشتري لابتوب مستعمل؟ اسمع النصايح الجميلة دي. أول حاجة قبل ما تنزل يكون معاك فلاش ميموري. الفلاش ميموري دي فيها الآتي: أول برنامج الهيفن بنش مارك، وده اللي بيعمل ستريس جامد قوي على كارت الشاشة علشان يطمنك إن كارت الشاشة ده كويس ولا وحش. تاني حاجة برنامج كريستال ديسك انفو، واللي بيقيس لك الحالة الصحية للهارد ديسك بتاعك بالنسبة المئوية عشان لما تنام يبقى هاردك زي البطيخة الصيفي. تالت حاجة برنامج باتري انفو فيو، اللي بيطلع لك برضو النسبة المئوية لصحة البطارية بتاعتك. خلص الكلام؟ لسه ما ابتداش اصلا. بعد ما تخلص اختبارك بالفلاش ميموري على الجهاز دوت للثلاث برامج دول، هتروح رايح جري على طول ماسك اللابتوب، وتمسك اللابتوب كده وتهزه. اهم حاجه الشاشه تبقى ثابته وماسكه كويس، ولما تفتح وتقفل تكون حركه المفصلات حركه ناعمه مفيش فيها اي صوت طقطقه. هتروح ماسك موبايلك وعامل هوت سبوت من موبايلك على اللابتوب ده، عشان اولا نختبر الواي فاي بتاعت اللابتوب ده اذا كانت كويسه ولا لا. وبالمره يلا جري نروح رايحين فاتحين اليوتيوب ومشغلين اي حاجه فيها صوت، ونعلي الصوت على الاخر عشان نشوف هل صوت السماعات نقي ولا فيه اي خروشه. واحنا لسه على الانترنت هروح رايح على موقع كيبورد تيست، اللي منه هختبر كل زراير الكيبورد. هقفل؟ لا لسه ما اقفلش. هروح رايح على موقع ويب كام تيست، اللي منه هختبر الكاميرا بتاعت اللابتوب ده علشان اطمن من جودتها. هنقفل؟ لا لسه برضو. هروح رايح جري على موقع اسمه ديد بيكسل تشيك علشان يفحص لي السكرين بتاعت او الشاشه بتاعت الجهاز ده هل فيها ديد بيكسل ولا لا. خلصنا خالص، نقفل بقى اللابتوب ونتوكل على الله. ان شاء الله اللابتوب ده كويس وهيعيش معاك فترة طويلة. وانا عارف ان الفيديو ده هيزعل مني صحابي وحبايبي في المجال، فعشان تبقى زعلة في زعلة بقى اكتب لي كلمة مستعمل في التعليقات عشان ابعت لك لينكات البرامج ولينكات المواقع اللي هتختبر بيها. بس اوعى اشوف اي حد داخل اي فرع عندي وماسك فلاشة ويقول لي انا عايز اشتري لابتوب. إذا عجبك الفيديو فأنا هستأذنك بالدعاء بالرحمة والمغفرة لوالدي، وما تنساش لايك وفولو للصدى تك، وتتابع كل فيديوهاتنا التعليمية وكمان عروضنا اليومية.